السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فهد عماني وارجع لكم ماينكرافت الحلقة الخامسة. وين صار خلف الكواليس. طبعا راح تشوفوا هذا في الوصف، لكن بقول لكم طبعا انا حاط التلفون حقي في التعبئة او التشارج. فجاء اخوي ومسح العالم بالغلط، بدل عن يدخله مسحه. فقلت خليني انزل عالم كالي لينكس والعب فيه. يعني التغييرات اللي هو يسويها ما تظهر معي، واللي انا اسويها ما تظهر. فاكتبوا لي في الكومنت وش الحل، او اني اسوي عالم جديد واكمل على هذا، لاني تعبت فما اريد اضيع تعبي فلا شيء. هذا يعني شوف ما اسوي كاري تعديلات يعني بعد في الحلقة الخامسة وهذه الاشياء. فنزلت العالم، خليني اضبط الكاميرا انا الزومبي. فراح اكمل. طبعا خلف الكواليس الحين قاعد احرق الذهب اللي جمعه كالي لينكس. خلف الكواليس اول ما بديت العالم عقوني في كهف، فقلت خليني استكشف هذا الكهف. واول ما استكشفته ويش حصلت 8 دايموند في مكان واحد. فرجعت طبعا هذا يتقطع التصوير. خلينا الحين هذا الذهب خلص، هذا ذهب، والذهب الثاني خلص، الذهب الثالث خلص ما كامل. بكمل على عالم كالي لينكس، وبعدين ببني بيوت. يعني بختار مكان بيت. انا كان يريد يسوي قصر لان بغام وما سوى، وسوى عنده شوف كيف سوى مزارع. كان ذي مساحة فنانة حال قصر، يعني تجمع صناديق السلام وتروح. عليكم. وعليكم السلام. الاخبار هناك فيه تو سبونر. من عالم كان لينكس سبونر هيو فقد وين بابني قصره وين. اشوفه. بعدين تو نروح هنا نقتل شوية سلكة كنتنات من هنا. شوفوا هو مسوي كذا غير عن اللي عندي. هو ما باني النذر، انا بانينها، لكن العالم متسح. هذا اخوك اللي مسحه. الحين تو هذا هو السبونر. خليها اروح من هنا. طبعا انا اعرف اغلبية الاشياء في العالم. شوف هو حافر عليه نهاية العالم. الزومبي مشغل. او هنا شوف دروع تشاين، دروع تشاين، دروع تشاينا، دروع بمباكو. وهنا كان هو صندوق واحد، سويت صندوقين. لكن اذا تو هو راح في السلسلة، اذا هو راح في السلسلة بنرجع لكم. تلعب ستيشن؟ لا ها؟ لا تو السلكتنات. شوف هذا واحد يضرب، انا ما يبتان، انا عندي اول حسبته ما في يطيح من تحت. يعني هذا هو من هنا. تو اروح طبعا اللي كان يتكلم معي ذاك مستر عبري جيمر، اشتركوا في قناته ودعموه لعيون 40 مشترك، واشتركوا في قناة قبس بدر. يعني هؤلاء أصدقائي، فاشتركوا واعطوهم فجروا أمهم لايكات. ودعموهم بالدعس الكومنتير. آه الحين وش نسوي؟ خلينا نروح نجمع خشب لاني اريد ابني مخزن خرافي. لذلك خلينا نحط هذا هنا ونطلع فوق. الحين هذه الذبابة المطنوخة اللي تخترق الخطق العقلي جالس تدور عند راسي. الحين 4 دقائق ما راح ننهي الحين. كاري اكس والله ما ادري اذا كان هو مسوي سرير او ما مسوي، لذلك لازم ننتظر اذا الليل جاي، او يعني اذا الليل جاء. عاد بموت من الجوع، بموت.
بموت يا عيال، بموت الحقوني، بموت يا عيالنا المصريين. وتحية، أحلى تحية لعيالنا المصريين. خلينا الحين نجمع خشب. أريد خشب خرافي. أتمنى. طبعا راح أسوي كهوف، ما راح أسوي حلقة واحدة كيف خلاص يعني خلص الكهوف وخلاص راح أروح كهوف ألف كوالس. لا 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 لا، راح أصور أدخل كهوف ثانية. راح أبني النذر قدامكم، يعني أكسر الأبسيديان. راح أبني التطوير، راح أطور قدامكم كل هذا لعيونكم. بس اكتبوا لي في الكومنت أفكار أبنيها. الحين أريد أبني مخزن ونافورة وأجيب حيوانات. لذلك راح ندور أفكار للنوافير بعد هذا أو النافورات. أول ما نخلص من الفيديو راح أدور فيديو وأحفظ طريقة وصور كيف تبنيها، أو إني أبنيها خلف الكواليس وبعدين أسوي عالم أصور فيه كيف تبني النافورة. اكتبوا لي أي واحد من الكومنت أو على راحتي أو أي شيء. ذاك الحين خلينا نظن إن جمعنا عدد كافي من الخشب. خلينا هذه لأن أظن إني ما أحتاجها. طبعا التفاح ما نحتاج نسوي ذهبي لأنه ما راح نقابل وحوش. الذهب ما أعرف ويش أسويه، بكتبوا لي في الكومنت هل أسوي إني بالأحجار ما مطبوخة. لذلك إذا كان ما مطبوخة اضطر إني أروح وأدور أكبر عدد الذهب وراح أبني بنك مثل بنك أبو داحم. رجعنا البيت عند 40 خشبة. خلينا نحطها في صندوق الأخشاب بعد ما نشيل هذا هو. شوف هنا الألماس 11 ألماسة، ومن هنا هذا الأخشاب. شوف الأخشاب كالي ما يعني ما مقصر في الأخشاب، شالنها شل. وهنا في الحلقة اللي وش اسمها، في الحلقة الخامسة هو زارع هذه المنطقة. شوفوا لذلك هذا الشيء يعني جميل ان يكون عندك مثل هذه الاشجار هنا. الحين وش نسوي يا فادي؟ خلينا الحين نرجع ونطبخ الاشياء. راح اصنع دروع حديدة، لذلك هذه حديدية، لذلك هذه ما احتاجها ابدا، وهذه اللي ما احتاجها، وهذه ما احتاجها ايضا. شوف هنا هو والله ما اعرف يعني كيف جاب بذور البطيخ، لكن هذا الشيء يعني راح يفيدنا في السلسلة. راح نشيل كل هذا الحديد اللي هنا وراح نسوي بدروع حديدية لأن الليل جاء وما أريد أتورط مع الوحوش. تبقى لنا صدر هذا هو. خلينا الحين نزرع في آخر الطرف المزرعة، نزرع اللي هو الميلون. أيوة زرعتها، والحين كذا لا كذا. طبعا راح نستفيد بالميلون بدل عن الحياة كلها بالخبز او القمح. خلينا نزرع هذه القمحة. طبعا اذا تريدوا يعني حد يدخل معي في السلسلة راح ادخل مازن علي معي تقريبا. اذا حاب يدخل اكتبوا لي في الكومنت، اذا دخله واخبره، اذا حاب يدخل بيدخل، اذا ما يريد يدخل هو براحته. لذلك خلينا الحين نشيل البون ميل ونروح نكسر. طبعا هذا كله مو هاك، اللي يقول لي هاك هذا ما هاك، طبعا مجهود. فهذا مجهود قالي لينكس وهو ما يهكر ابدا، الكل يوثق فيه، حتى اذا سوى تيم مع حد ما يغدر به. لذلك هذا شيء جميل. لكن اذا فجاريو طبعا راح يغدر به لانه يريد يكون من الاوائل في جاريو. لذلك الحين خلينا بما ان زرعنا هذا راح نشيل الكبلستون. اذا هو مجمع كبلستون راح نشيل الكبلستون وراح نحرق الكبلستون.
لا، هو حرقنا ليش نحرقه؟ لذلك خلينا الحين نشله ونشتغل على نافورة يعني من تصميمنا وأعدل عليها خلف الكواليس. لذلك نحتاج هذا ونحتاج هذا عشان يعطي شكل مميز، وراح نبنيها هنا. والله أعتقد أن هنا يكون مكان أنسب، راح تكون بهذا الشكل. والله ما أعرف كيف راح يكون الشكل، لذلك خلينا نسوي هنا تو كذا بهذا الشكل. هنا خلينا نجيب هذه الشمعة عشان نقدر نشوف، وهنا كذا. وراح يكون لا وسع من هنا شوية عشان ينزل الماي، لذلك خليها كذا من هنا كذا. الله الله إبداع. لذلك خلينا الحين نسوي كذا، بعدين من هنا كذا 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 على ما أعتقد. أشوف أيوه. الحين خلينا نكبره كذا نسوي. ما أعتقد أنه راح يكون شكل يعني شكل مميز، لكن خلينا نسوي. الحياة تجارب كما يقولون معظم الناس، جرب أن الحياة تجارب. لذلك خلينا الحين نسوي كذا ونسوي من هنا كذا. أتمنى أن فقط أتمنى أن يكون شكل خرافي. خلينا من هنا نسوي كذا حواطل، لأن إذا الماء خرج من هناك يكون بعد هنا في يعني شيء يحمي انه يخرج. او خلينا نسويها كيف كذا، راح نسويها كامل نوسع. هذه فكرة النافورة بعدها ما دخلت في مخي وعقلي، لاني ما اعرف الشكل كيف راح يكون. خلينا نسوي هذا التصميم يعني من هنا راح يكون كذا. انا حب لا ارجع على ورا شوية، لأنه راح يكون من هنا الريح يعني. خلي الحين نسوي كذا وكذا، نسوي من هنا ونسوي هنا في واحدة كذا كذا واحدة، ومن هنا تكون كذا من هذه الجهة. نرجع الكم رجعت التصميم ما جاي سيدة، لذلك خليني الحين أعدل. طبعا راح يكون كذا، هذه كسرها ايه وكذا، وراح نجيب هذه من هنا كذا، وهذه كذا كذا. راح يكون هنا مساحة كذا هنتين. ايوه. الحين راح نسوي ايش كذا. الحين راح نسوي ويش نجي كذا، يعني كنا شلال يكون شكل روعة خرافي. راح نجيبها على ما اعتقد على ذيك الجهة. يعني اريد ها تكون على جهة تين. راح نكسر من هنا، فراح تنزل من هنا ماي ومن هنا ماي. خليني الحين اروح اشوفها من بعيد. شكل يعني زين. خليني اسوي كذا من هنا عشان يعطي شكل افضل على ما اعتقد يكون كذا. وراح اسوي من هنا كذا، لا بس خليها كذا. ومن هنا نسوي كذا ايه وكذا يكون شكل افضل. نحط هنا واحدة هنا واحدة. الحين نطلع بهذه الاحجار ايه وكذا، وراح نسوي من هنا كذا. شوف، اتمنى فقط ان يكون شكل رهيب، لاني طبعا خسرت احجار، لذلك اتمنى فقط ان يكون شكل رهيب رهيب رهيب. لذلك الحين راح نسوي كذا كذا من هنا.
راح نسوي كذا هنا هنا كذا. طبعا بالضبط بقية الأحجار، يعني هذا السلاب. لذلك خلينا لا من هنا نكسر الشكل كذا. أتوقع أن الشكل يعني رهيب. خلينا ندور أول نشوف إذا فيه دلو ماء. أيوة 10 دلو يكالي. خلينا نشيل 4 من الدلوات. الحين ايش اريد ماء. اوه 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 الله، كبرت تكبر الحين. باقي لنا بس باقي ماي. لا خليه واحدة هنا، لأن الميلون لازم يحتاج ماي عشان يكبر. اكتبوا لي لأني ما أعرف هذه المعلومة صحيحة وخاطئة. طبعا راح أعدل على المزرعة في الحلقة القادمة، أكيد إنه في الحلقة القادمة. لذلك خلينا الحين نصنع ماء لا نهائي. لذلك خلينا الحين نشيل من هنا كذا. لا ايوه الحين ماء لا نهائي. هذه النافورة، وراح نجيب من هنا نشيل كذا من هنا كذا. ايوه شكل رهيب كذاك. تصاميم فادعة، أشكالها رهيبة. طبعا البيت راح أبني بيت بسيط، ما راح أبني خلف الكواليس، راح أبنيه قدامكم. بس أعطيوني تصميم بيت اللي كنا شجرة، يعني ما عجبني واجد، لأن أنا أحتاج يكون بيت كبير كنا قصر. الحين خليني آكل لا أموت من الجوع. الحين قبل أن ننهي المقطع خلينا نروح ونحصد الميلون بعد ما نرجع كل شيء مكانه. هذا هنا الأحجار الحين أظن إني ما أحتاجها، أكيد إني ما أحتاجها. الأكل كل شيء أحتاج الحين. الحين ايش راح نسوي؟ راح نحصد الميلون كما قلنا. طبعا للمزارع، المزارع راح تكون من هنا كل ماي لا نهاية، مو بس كذا بهذا الشكل. لذلك خلينا الحين نسويها، نشيل 10 بقيات هذه. راح طبعا نزيد عدد صناديق يكون أفضل إلى ما يعني نشيل فكرة عن البيت. لذلك الحين خلينا نشيل دلو. خلص الماي، كيف ماي لا نهائي وخلص، سبحان الله. خلينا الحين نسوي ماء لا نهائي ثاني هنا. خلينا نسوي من هنا من هنا. أسوي الحين خلص. اكتبوا لي في الكومنت ليش يخلص الماء لا نهائي، مع ان اسمه لا نهائي ليش يكون نهائي. ذاك خلينا الحين نسوي هنا كذا من هنا. اشوف ايوه هنا راح يكون كذا خط سيدة، فلما نحصد الزرع راح يكون بشكل افضل. راح اسوي هذه المنطقتين فقط. شوف الحين ماء لا نهائي. لذلك خلينا نجيب اكبر عدد من هنا عشان نسوي هنا ماء لا نهائي بهذا الشكل. اكتبوا لي افكاركم تهمني، لان انا اعرف افكاركم افكار رهيبة، افكار ما هي افكار عادية. اكتبوا لي تصاميم على البيت. بيت شجر كما قلت لكم، ما اريد يعني اريد بيت يكون كبير في مخازن كذا تصاميم. ما راح نطول عليكم اكثر من كذا 20 دقيقة. اتمنى المقطع يعجبك. لا تنسى اللايك والاشتراك. وطبعا سبب اني بكمل في عالم كالي لينكس راح
تجده في صندوق الوصف أو الديسكريبشن. تحياتي لكم، فادي العماني. خليني أول القصة هذه. الميلان يكبر بسرعة، ومع السلامة.